أول ما نضغط على الرابط بيجيب لنا صفحة دي فيها عدد تنازلي من 20 ثانية وبننتظر ال20 ثانية، طبعًا بيظهر لنا إعلان طبعًا بنضغط على cancel وبعد كده بننتظر ال20 ثانية تعِد معانا تنتهي، وبعد كده بنضغط على next وبنضغط على next برضه تاني من تحت في الأسفل، بييجي لنا الصفحة دي بنضغط على علامة الX وبعد كده بننتظر ال10 ثواني يعدّوا معانا، طبعًا بيجيب لنا X هنا بنضغط عليه على الإعلان ده، بنضغط next تاني، طبعًا ظهر لنا إعلان بنضغط على علامة الX اللي فوق دي، وبعد كده skip وبعد كده بننزل تحت للأسفل، بنلاقي كلمة next طبعًا ظهر لنا إعلان نعمل على علامة الX وskip ونضغط على next ما عليكش إنك غير تضغط next بس، طبعًا الإعلان ده برضه علامة الX وبعد كده بننتظر ال10 ثواني تاني، بعد كده next بعد كده بننتظر ونضغط على next برضه تاني، برضه الإعلان ده ظهر لنا نضغط عليه بودنج ب3 أطعمة. ومع skip ونضغط next تاني وننتظر ال10 ثواني برضه تاني، نضغط على علامة الX اللي ظهر الإعلان ده، طبعًا إعلان برضه نضغط على علامة الX وskip ونضغط على next وnext مرة تاني، علامة الX وبس كده ظهر لنا رابط التحميل المباشر، نستنظر ال5 ثواني دي، بعد كده متابعة، وزي ما أنت شايف ظهر لنا صفحة التحميل، طبعًا ده فيلم من الأفلام، طبعًا هنا بتلاقي جميع الجودات، فنختار مثلًا جودة متوسطة فبنضغط عليها، بعد كده بنضغط تاني، بعد كده direct download link بتلاقي الفيلم اتحمل معانا بكل سهولة زي ما أنت شايف كده، الفيلم شغال يحمل معانا بكل سهولة، وده كده كان رابط التحميل بكل سهولة.